السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، وعدتكم من الجمعة 9 ديسمبر هنزل لكم بفيديو نعلن فيه عن صاحبة الحظ السعيد اللي فازت معانا ببالة الشادو. بس للأسف امبارح حصل عندي مشاكل في التليفون فما قدرتش انزل لكم الفيديو. إن شاء الله على خير. هنقول دلوقتي صاحبة الحظ السعيد، بس عايزة أقول لكم على حاجتين قبل ما نعلن صاحبة الحظ السعيد معانا المرة دي. أول حاجة منهم إن الحقيقة في كتير قوي جاوبوا على السؤال، وده خلاني في حيرة، فحسمت الموضوع بإني عملت سحب كده واخترت منه بشكل عشوائي صاحبة الحظ السعيد اللي هنعلنها بعد شوية. تاني حاجة عايزة أفكركم بالسؤال. أنا سألت وقلت إني محتاجة المثل الشعبي اللي بينطبق على مقولة اعمل كل حاجة حلوة وما تستناش مقابل، والمثل الشعبي كان بيقول اعمل الخير وارميه البحر. والحقيقة إن لما بحثت لقيت للمثل ده حكاية كده حبيت أقول لكم عليها بشكل سريع. بيحكوا إن في ملك طيب وعادل كان بيفصله عن الجزيرة اللي جنبه نهر، وكان دايما بيسأل نفسه ويسأل المحيطين اللي حواليه يا ترى الناس دي عايشة إزاي، فكان بيحاول يساعدهم بإنه يبعت لهم احتياجاتهم من خلال النهر ده. بيحكوا كمان إنه دخل حرب وهزم فيها، والمعاونين ليه نصحوه بإنه يسيب القصر ويروح للجزيرة. وفي الجزيرة لما عرفوا إن الملك ده هو اللي كان بيساعدهم قد إيه فرحوا بيه وردوا له الجميل. دلوقتي بقى حبايب قلبي هنعلن مع بعض صاحبة الحظ السعيد. هنشوف هي مين صاحبة الحظ السعيد معانا المرة دي، واللي هتفوز ببالة الشادو هي الأستاذة فاطمة محمد. الأستاذة فاطمة محمد، يا ريت الأستاذة فاطمة تتواصل معايا علشان تستلم هديتها، ويا رب تتهنى بيها. بتمنى إذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، بشير، باشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.